قبل ما اتجوز كنت بستنى يوم الجمعة بفارغ الصبر عشان اخد اجازة من الشغل. بس من بعد ما اتجوزت والموضوع اختلف تماما، وده يوم في حياة بنت متجوزة وما عندهاش شغل ولا مشغلة غير بيتها. وده فلوج 28/11. بالنسبة للفلوطة اللي في الكومنتات دايما تكتب لي على فكرة بيتك ده اهم شغلة ومشغلة، ما انا عارفة انه اهم حاجة عشان كده موريش غيره. صحيت من النوم على طول، صليت الضحى وبعدين دخلت عملت لي كوباية قهوة كده لذيذة وعملت لي فطار وفطرت. وبتفضلوا تقولوا لي في الكومنتات احنا جيران احنا جيران، طب ما تيجوا تشربوا معايا القهوة على طول، ما تكسروا باب بيتي وتدخلوا تشربوا معايا القهوة. ونشرت شويه زفت غسيل وبعدين طبقت كوم زفت غسيل قد كده، كان عندي غسيل كتير قوي بجد محتاج يتطبق، بس المهم اني في الاخر خلصت ظبط الغسيل او قصدي ثبت الغسيل يا جماعه. رتبت السرير بقى وحطيت لحاف جديد بدل البطانيه، بعدين خرجت بقى على الصاله كانت متكركبه سيكه مش قوي، وبعدين رتبتها ورجعت كل حاجه مكانها الحمد لله. وبص بقى ال50 جنيه اللي عند رضا فقست يا ولاد. رتبت كل حاجه بس معرفتش اشيل كرتونه الميه دي لانها تقيله بصراحه، فسبتها في مكانها لما الاستاذ شهاب يجي يشيلها. وبعدين شغلت بقى شويه بخور كده وصورة الكهف. دخلت بقى على المطبخ، كان عندي شويه مواعين فحطيتهم كلهم في غسالة الاطباق ورتبت المطبخ الحمد لله وخليته زي الفل. وهعمل معاكم احلى اندومي هتجربوه. حطوا شويه ذره صفرا تتشوح وبعد كده تنزلوا عليها بالخضار المشكل اللي انتوا بتحبوه. انا بحط كل الخضار وبعد كده بتقلبوه تنزلوا عليه بميه لحد ما الخضار يدخل في السوا، تحطوا الاندومي وبعدين بعد ما تستوي تصفوا الميه، تحطوا بس بق ميه صغير، معلقتين من المايونيز ومعلقه كبيره من الصويا صوص وشويه التوابل بتوع الاندومي وشويه ملح وشويه شطه صغيرين لحد ما الطعم يظبط. بتبقى تحفه، ما تقوليش لسلفتك عليه. خلصت الاندومي بقى وطلعنا عشان نعمل موفي نايت كده لذيذ. كنت عايزه اتفرج على فيلم موانا، ما شفتوش قبل كده ما اعرفش ازاي، فاتفرجت عليه انا وشهاب والحمد لله كان لذيذ قوي قوي. ودخلت عملت بقى ماي سكين كير روتين قبل ما انام بالليل، بغسل بشرتي بس وبحط عليها نياسيناميد وكمان مرطب من ليلاك، ومرطب ليلاك اصلا فيه نياسيناميد هو كمان، فلو مش عندك نياسيناميد لوحدها فهو كفايه قوي. هسيب لكم اكونتهم تحت لو عايزين تطلبوا. وهنا المثيره المفروض ان هي بتنام بس كانت شكلها بتحتضر. عارفين المشهد بتاع فول الصين العظيم اللي هو بيقول لك بقى لما المحركات بتاعتك